هاي القصة الأغرب بالعراق لعائلة عراقية من نسل الجن، سكنوا بأحد القرى العراقية البعيدة جدا بالريف، واللي صار لهاي القرية شي جدا مرعب ومخيف. هلا خالي، كيف حال الجميع؟ لقد عاد أحمد من جديد بقصة شقاقية كالعادة، واللي رايدة منكم نشد حيلنا شوية وخلي ندخل المليون مشترك، يعني ما بقى شيء. وبدون ما نطول خلي نبدي. تتكلم القصة عن قرية بعيدة جدا بالعراق، وهاي القرية كانت جدا مسالمة وما بيها أي مشاكل، إلى أن في يوم من الأيام سكنوا قريب على القرية عائلة، وهاي العائلة كانت تسمى بعائلة الكرادي، اسم غريب جدا وما حد يعرف بيه. ومن بعد ما سكنت عائلة الكرادي قريب عن هاي القرية انقلبت القرية إلى جحيم. لكن كيف سكنت عائلة الكرادي بهاي القرية؟ بأحد الأيام نهضوا أهل القرية من النوم طبيعي، تفاجئوا بوجود بيت كبير مبني من الطين قريب عن القرية، فاستغربوا جدا من هالشي، لأن قبل هذا اليوم هذا البيت الكبير ما كان موجود. كيف انبنى بهاي السرعة بغضون ليلة واحدة ومن دون ما أحد يدري؟ فأهل القرية ظلوا بحيرة من أمرهم، وملأت التساؤلات عقولهم. شنو هذا البيت؟ وشلون انبنى بهذه السرعة؟ ومنو اللي ساكن بهذا البيت؟ فاجتمعوا كبار القرية وقرروا يروحون إلى هذا البيت من أجل أنه يتعرفون على أهل هذا البيت. في اليوم الثاني راحوا 3 من كبار القرية إلى هذا البيت الغريب، ومن طرقوا باب الخشبي خرج لهم طفل. لكن هذا الطفل من يشوف الإنسان مباشرة راح يستعيذ من الشيطان الرجيم. كان الطفل اللي خرج لهم من الباب وجهه كأنما مسخ أو كائن مدموج بين الحيوان والإنسان، كان شكله أبدا مو طبيعي، ونظراته لهم تبث الرعب بداخل القلوب. مع العلم كان الطفل صغير جدا بالسن، فنظروا له الأشخاص ال3 اللي من القرية كانوا مصدومين، وقالوا له ممكن تنادي لنا والدك حتى نتكلم وياه. فنظر لهم الطفل بملامح أبدا مو بريئة وتكلم، لكن العجيب من تكلم كان صوته كأنما صوت رجل كبير بالسن وفاهم. فقال لهم الطفل بصوت خشن: والدي ما موجود هنا، وابتعدوا عن هذا البيت أفضل إلكم، وسد الباب بقوة بوجوههم. فاستغربوا من هالشي ورجعوا متعجبين من هذا الأمر. طبعا خلنا نبتعد عن القصة شوية. طبعا كلنا سمعنا عن التداول، بس مو كافي انك تسمع عنه، انت محتاج تفهمه. فمنصة بوكيت اوبشن راح تساعدك بهذا الشيء. اول حاجة راح نتكلم عنها هي طريقة